السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم في فيديو جميل وجديد وان شاء الله يعجبكم. النهارده يومنا عند الطيور. انا طبعا كنست الحته بتاعتهم، المكان اللي هم قاعدين فيه، كنست ورشيته على خفيف كده وحطيت لهم يتعشوا. شايفين بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. انتوا عارفين طبعا انا بحب ان انا اقعد معاكم واتكلم معاكم واقول لكم على كل حاجه تفيدكم وتفيد طيوركم. طبعا شايفين بسم الله ما شاء الله. تصلوا على النبي يا حبايبي، تصلوا على النبي في التعليقات، وما ننساش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم مننا كل جديد. شايفين طبعا انا بحب ان انا اعيش الفراخ ونتكلم مع بعض في اي حاجه تفيد الطيور بتاعتنا. طبعا لازم الطيور بتاعتنا تفيد ان انا الكلام اللي بقوله ده كلام مهم جدا يفيد الطيور بتاعتكم، وانتوا لازم تستفادوا منه. طبعا كلام مهم جدا وجميل. شايفين بسم الله ما شاء الله، الله اكبر يا حبايبي. شايفين اهو زي ما انتم شايفين كده. انا بحب ان انا اخرط لهم الخضره دي. الخضره ديت شايفين ده حشيش اسمه ربيع عندنا، هو اسمه ربيع. حشايش يعني كده بيزرعوها، بخرطها للفراخ. الفراخ بتحبها جدا جدا لان الخضره دي بتخلي الفراخ تبيض احسن من قولي معايا، من الاكل اللي هو التاني دوت، العيش والذره والحاجات دي، لان الذره بتعمل دهون جامده حوالين الكيس بتاع البيض، بتخلي الفراخ بتاعك ما تبيضش كويس. لكن اللي هو قولي معايا اللي هو الخضره والحاجات ديت بتخلي الفراخ تبيض كتير وتفتح في البيض. شايفين يا حبايبي بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. شايفين نصلي على النبي، نصلي على النبي في التعليقات، وما ننساش اللايك طبعا. شايفين بس الصلاه على النبي بتغير الاقدار وتوسع الارزاق وتغير القدر من قدر لقدر، سبحان الله. شايفين زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجه تعملي تعليق حلو فضلا وليس امرا. وطبعا زي ما قلت لك المضاد الحيوي جميل جدا للفراخ، تعملي لهم مضاد حيوي على طول. المضاد الحيوي اللي قلت لك عليه اللي هو البصل، تخرطي لهم بصلايه كل اسبوع، بصلتين كده تخرطهم لهم. طبعا البصلتين دولت هيعملوا مفعول معاهم طبعا جميل جدا البصل. شايفين يا حبايبي اهو زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله اهو. اهم حاجه لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والاشتراك، واستنظري في فيديو جديد ان شاء الله باذن الله. يلا سلام بقى يا حبايبي علشان ما اطولش عليكم الفيديو. يلا سلام.